اهلا وسهلا بحضراتكم حلقه جديده من برنامج مصر المستقبل. مصر المستقبل هي المساحه اللي احنا بنخصصها على شاشه الفضائيه المصريه علشان نعرض لحضراتكم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، البحث العلمي، الابحاث اللي بيقوم بها الباحثين والعلماء والمشاريع اللي بيشتغل عليها الشباب، وكمان مرحله ما قبل سن الدراسه الجامعيه. الهدف ان احنا بنحاول ان احنا ناخد خطوات لتحقيق رؤيه مصر 2030 ونتكلم على كل ما هو جديد والحلول الابتكاريه الجديده لعلاج كتير من المشاكل والازمات اللي احنا بنمر بيها في المجتمع. في حلقه النهارده بيسعدنا يكون معانا ضيف جديد، معانا المهندس عبد الرحمن ايمن. هو طبعا والتيم اللي اشتغل معاه اشتغلوا على ابتكار منظومه تحكم في الطاقه عن طريق الاقمار الصناعيه. المهندس ايمن هو خريج كليه علوم الملاحه وتكنولوجيا الفضاء جامعه بني سويف. في البدايه طبعا هنتعرف عليه وعلى التيم بشكل افضل قبل ما نتكلم على تفاصيل بتخص هذا المشروع. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. لو ممكن نتعرف على حضرتك وعلى التيم بشكل افضل. تمام. انا عبد الرحمن ايمن، خريج طبعا من كليه علوم الملاحه وتكنولوجيا الفضاء بجامعه بني سويف، قسم تطبيقات الملاحه والفضاء. فحب طبعا اتكلم عن التيم بتاعي ده. انا كنت سعيد جدا ان انا كنت معاهم في التيم. احنا كنا 6 في المشروع. انا طبعا عبد الرحمن ايمن، وفي محمد حامد ومارك جون ومحمد حسن، وفي سلمى وليد ومريم احمد. والاشراف وطبعا المشرف طبعا البروفيسور الدكتور خالد يوسف. طبعا كان مرحب بالفكره جدا وشجعنا ان احنا نطور من الفكره وان احنا نحاول نوصل للعالميه بيها يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. دايما هي الافكار بتبدا صغيره وبعد كده بالظبط، بتكبر. هي مظبوط كده. وطبعا في الدكتور كان بيساعدنا طبعا على طول، الدكتور احمد الفتوح، ليه فضل برضه كبير، اخ عزيز واخ كبير لينا برضه طبعا. اكيد. بس فدي احنا كنا التيم. مظبوط. تمام. انا بس حابه قبل ما نتكلم على التفاصيل اللي بتخص المشروع نتكلم على كليه علوم الملاحه وتكنولوجيا الفضاء. اعتقد مظبوط. ان هي كليه جديده. هي طبعا هي كليه جديده فريده من نوعها يعني. احنا دايما بنقول ان احنا الكليه الوحيده اللي في الشرق الاوسط من هذا المسمى. فطبعا كليتنا اسمها كليه علوم الملاحه وتكنولوجيا الفضاء. في ناس طبعا ممكن تتلخبط في كلمه الملاحه. الملاحه هنا تعني نافيجيشن، مش الملاحه البحريه. لا، مش الملاحه البحريه. طبعا بيبقى فيها تطبيقات ليها مخصصه في الجزء ده من الملاحه البحريه. بس احنا متخصصين اكتر في الاقمار الصناعيه والملاحه الفضائيه نفسها. تمام. فاحنا صلحنا هنا المفهوم لان الناس بتربط الملاحه يعني الملاحه البحريه. أيوة. لا، هي ممكن تبقى ليها علاقه بالفضاء. ايوه، لا، هي دي النافيجيشن اللي هي سبيس نافيجيشن اند ابلايد ساينس. فضاء. فضاء بالظبط. يعني هو كليه جديده طبعا بتحاول ان هي تواكب طبعا التطورات وكل ما هو جديد في علوم الفضاء. طبعا. طيب انتوا المشروع اللي انتوا اشتغلتوا عليه هو قد يكون معقد شويه، لكن هنحاول ان احنا نفهم التفاصيل مع حضرتك. ابتكار منظومه تحكم في الطاقه عن طريق الاقمار الصناعيه. الهدف من المشروع او اللي انتوا عملتوه ان انتوا صممتوا وطورتوا نموذج لنظام نظام لنقل الطاقه بين الاقمار الصناعيه باستخدام شعاع الليزر. مظبوط. طيب نبدا كده الفكره انتوا اخترتوها. هنبدا واحده واحده خالص من الجراوند ليفل زي ما بيقولوا. تمام. احنا اول حاجه الفكره ان احنا هنستخدم الليزر ان احنا ننقل بيه الباور. طب دي ازاي ممكن نحققها؟ طبعا حضرتك عارف يعني الليزر هيبقى الوسيط اللي هتنقله بالطاقه من مكان لمكان. ايوه مظبوط. يعني حضرتك مثلا عارفه ان هو ان احنا بننقل باور في العادي اسلاك مثلا وكده. دي الطرق التقليديه. في بقى الطرق اللي هي بعد كده اللي هي بقى الفيوتشر بقى ان احنا ننقلها وايرلس عن طريق الليزر. فدي طبعا بيبقى ازاي؟ احنا هيبقى عندنا مصدر الطاقه اللي احنا هننتج منه الطاقه مثلا، او هنخزن فيه الطاقه، ودوت بعد كده هيبعث الشعاع الليزر اللي احنا طبعا بنتارجت ان احنا يوصل لمكان محدد ايا كان بقى، لان في طبعا ابلكيشنز كتير في الموضوع دوت هنتطرق ليها برضه. والناحيه الثانيه بقى في الاستقبال، لما استقبل الشعاع الليزر دوت استقبله طبعا على ممكن استقبله كلايت سورس عادي زي الشمس مثلا او حاجه. استقبله على لوح شمسي عادي جدا اللي هي سولار بانلز بالظبط، سولار سيلز. وبس طبعا دي بتبقى يعني ممكن نستخدم بقى حاجات اعلى في الكفاءه عشان نوصل لكفاءه عاليه. فبس هي دي الجراوند ليفل. الفكره ان انتوا تستخدموا الليزر هو الوسيط ان هو ينقل الطاقه من مكان لمكان. بس الاقمار الصناعيه هنا انتوا يعني بمعنى ايه؟ يعني انتوا لو توضح لنا بس الفكره دي. تمام. هو الاقمار الصناعيه واحنا عندنا بيبقى طبعا كل قمر صناعي بيبقى مهمه معينه من ان هو عايز يقضي مهمته. مثلا زي حضرتك هنا في التلفزيون مثلا في قمر صناعي بيبث البث دوت. فاحنا طبعا عشان ممكن هتبقى حاجه غير بقى المهمه الاساسيه بتاعه القمر الصناعي. لا، هي دي هتبقى طريقه ان هو اشغل القمر الصناعي اصلا. يعني انتوا بتوفروا له الطاقه بالطريقه دي. طبعا دي هتبقى توفير الباور نفسه للقمر الصناعي هيبقى عن طريق اللي هو السيستم دوت. طبعا ليها ابلكيشنز كتيره انها ممكن تستخدم، حتى ان انا
من القمر الصناعي لقمر صناعي تاني، ان هو واحد يغذيه مثلا، واحد يعمل يغذي له التاني، بحيث ان هو هيعمل استدامه في الاقمار الصناعيه. لان احنا بيبقى عندنا مشكله كبيره طبعا في موضوع الاقمار الصناعيه، ان هو السبيس ديبري، ان هو بيبقى فيه من كتر الاقمار الصناعيه اللي اطلقناها هنا احنا في العالم، يعني بيبقى في زي مظله كده من المخلفات الفضائيه بعد ما القمر الصناعي بيخلص مهمته ولا حاجه، بيفضل موجود في المدار من غير اي هدف. فدي ممكن تخلي ان احنا بعد كده لا، ان احنا القمر الصناعي عمره الافتراضي يطول اكتر، بان احنا نقطة مش مهمة، يعني بدل ما يبقى موجود في السبيس او في الفضاء بدون اي هدف، لا انتوا بتخلقوا له هدف مظبوط. يكون، هو لانه لما بعد ما يطلع او يعني بيطولوا من عمره ايوه نفسه. مظبوط. هو لانه بعد ما بيطلع القمر الصناعي بيقضي مهمته خلاص. في اقمار صناعيه ممكن تقضي 5 سنين، ممكن تقضي مثلا 10 سنين. بعد ما يقضي المهمه دي هو خلاص كده بيبقى ملوش اي لازمه، لان انا خلاص استفدت منه وبتاع. يعني فهو الميشن ادى الوظيفة قد او ادى الميشن بالظبط. الميشن. فدي بقى ممكن تخلي لا، ان انا ممكن استخدمه الميشنز يعني مدى بعيد قوي، مثلا 20 سنه 25 سنه، بنفس بس هيبقى تعديل بقى في السيستم نفسه بتاع الباورنج، يعني الديستريبيوشن بتاع الباور بس. يعني صعب ان انا اقول لك عملتوا تيست ازاي، لانه اكيد هنا بقى كان نظام سيميوليشن اعتقد او هو محاكاة. يعني هو كان في سيميليشنز، بس احنا احنا كان الهدف عندنا في المشروع ان احنا نبروف الكونسبت دوت، ان الكونسبت دوت فايبل، ان هو في يعني الموضوع افيشنت والكفاءه بتاعته كويسه، ان احنا ان هو فعلا ممكن بعد كده لما يتطور يستخدم فعلا، يبقى معتمد في ان هو يستخدم في المهمات القادمه يعني. انتوا بنفس الفكرة اللي هي دي كانت مشروع تخرجكم، شاركتوا فيها ايضا في مسابقة مظبوط. اطلقتها أكاديمية البحث ايوه العلمي، مظبوط. وكان الموضوع عن الطاقة، مظبوط، لانه مظبوط. هي الطاقه والاستدامه في الطاقه يعني. لو ممكن تكلمنا اكتر على التجربة دي، يعني انتوا عرفتوا ازاي الكول دي او المسابقة دي، الكلية هي اللي رشحتكم ولا انتوا اللي تمام سعيتوا؟ تمام. هو حضرتك احنا طبعا احنا عندنا يعني المشرف بتاعنا هو طبعا يعني هو الجايد بتاعنا يعني فهو دكتور خالد يوسف. طبعا هو اللي وجهنا، قال لنا في كذا كذا بيعملوا في كل سنه وكل فتره كده، بيعملوا كول للمشاريع اللي هي ممكن تفيد بعد كده في الاستدامه في مصر مثلا، وان هم يعني بيدوا فند، ودي بتبقى حاجه دعم ان هو ان انتوا تساعد ان احنا نجيب حاجات نتست بيها تبقى احسن، تدينا كفاءه اعلى. فهو طبعا هو وجهنا ان قال لنا ان احنا يعني قدموا، شوفوا الورق المطلوب، شوفوا الحاجات المطلوبه، قدموا وفرصه حلوه. وطبعا الاكاديميه طبعا اسم كبير، فان احنا بنستفاد من ان احنا مشروعنا كان تبع الاكاديميه تحت مظله الاكاديميه. فدي طبعا تبقى حاجه مفيده، والكليه طبعا ساعدتنا برضو ان احنا نوصل ان احنا نعمل الاوراق، نجهز الاوراق والحاجات دي طبعا. ايه المجالات اللي ممكن تستفيد من البروجكت او المشروع ده او النموذج ده اللي انتوا اشتغلتوا عليه؟ يعني طبعا العلوم اللي ليها علاقه بالسبيس تمام ساينسز، العلوم الفضاء، وهندسه اعتقد. ايه تمام. كمان؟ هو احنا التارجت بتاعنا الاساسي ان احنا اللي ممكن يستفادوا منهم يعني ممكن حتى الباور بلانتس مثلا او كده. طبعا حضرتك عارفه بيبقى فيه مثلا سولار بلانت، بيبقى اللي هو مكان واسع مثلا في الصحراء او كده، زي اللي موجود عندنا في اسوان. بنبان. دي ممكن تستفاد ازاي حضرتك؟ طبعا يعني الشمس بتبقى موجوده الصبح بس طبعا. بس بتخزن. فانت دي بتاخد الباور بتاع الشمس الصبح وبتستخزنه وبتستخدمه بالليل مثلا. فدي ممكن توصل بعد كده طبعا، بس محتاجه تطوير كبير قوي، ان انت حتى بالليل تاخد برضو يعني نفس الباور، تبقى بتستقبل الباور برضو نفسه بالليل برضو. من اي مصدر؟ مصدر الليزر برضو. من مصدر الليزر، تمام. وتخزنه وتستخدمه الشمس. تمام وهكذا. مظبوط. يعني الشمس الصبح تاخدها تخزنها وتستخدمها. وبالليل يبقى بالليزر هو اللي بيوفر الطاقه. طبعا بس احنا الهدف الاساسي برضو ان احنا بنتارجت مثلا الشركات اللي هي يعني مثلا او وكالات الفضاء او الشركات الفضاء الخاصه، لان المهمات اللي بتطلع في الفضاء يعني انت قلت ان انت عايزين بدل ما يبقى في سبيس ديبري ان انتوا بتقللوا يعني ممكن نقول الركام اللي موجود في الفضاء، لا احنا بنطول او بنمد في عمر مظبوط الساتلايت علشان تقدر ان هي تقوم بمهمه تغذيه مظبوط. الساتلايت. وده بقى ممكن بعد كده يعني يوفر لنا ان احنا يفتح لنا مجالات ان احنا
يعني نستكشف اكتر في اماكن اكتر بنفس التكنولوجي دي. خصوصا برضو ان احنا كنا بنفكر في نقطه ان احنا ممكن نستخدمها على القمر. يعني ده توجه اللي احنا توجهنا له اساسا في البيبر او في البحث اللي احنا عملناه، اللي هو اللي سلمناه للاكاديميه والكليه، ان احنا ممكن مثلا هيبقى في عندنا مشكله في القمر، في المهمات اللي بعد كده هتيجي على القمر، ان هو مصدر الطاقه هجيبه منين. دي نقطه برضو مش يعني مش واضحه قوي، يعني ماشي هتبقى مثلا على قد السولار سيلز الموجوده او حاجه، بس رؤيتها للشمس مش هتبقى بالكفاءه اللي احنا مطلوبه مننا. فاحنا بقى فكرنا ان احنا ممكن نستخدم نفس الكونسيبت دوت، نطلع مثلا مجموعه اقمار صناعيه تبقى هي هدفها الاساسي انها تغذي اي محطه موجوده على سطح القمر. احنا مثلا نعمل محطات بتبقى محطات دي استقبال للطاقه، والطاقه دي طبعا هنستخدمها بقى في ان احنا ممكن نوفر بقى يعني الطاقه للروفرز او اللي هيبقوا لو في مثلا استرونتس راحوا هناك يعملوا مثلا زي، فدي هتوفر طاقه لكل الموجودين اللي بيستكشفوا على القمر. يعني احنا نتمنى ان احنا نستفيد من كل الفكر التقدمي ده، مظبوط، ومن كل الحلول اللي انتوا بتحاولوا ان انتوا تطرحوها. نتمنى ان يكون في استفاده، واحنا يكون زي ما انت قلت يكون لنا احنا الرياده فيها. ايوه ما احنا مظبوط، هو ده ان شاء الله هدفنا، يعني ان احنا نوصل نتمنى ده. اخر سؤال ليه علاقه طبعا بفكره تطوير المشروع، يعني مشروع صعب، محتاج طبعا يعني اكيد طبعا امكانيات كبيره محتاج جدا، امكانيات كبيره لكن انتوا بتفكروا زي كتيم. هو اول حاجه انا حابب يعني بس اوضح لحضرتك ان احنا يعني انا طبعا ما اتكلمش في موضوع التحديات اللي احنا واجهتنا وكده. اكيد في تحديات كتيره. هي طبعا هو كلها تحديات، هو نفسه تحدي المشروع، بس احنا طبعا بدانا الكونسبت زي ما كنت بقول لحضرتك من شويه. انتوا كنتوا عايزين تعملوا تيست لكونسبت معين. بالظبط، ان احنا نبروف الكونسبت بس ان هو فايبل. فاحنا طبعا احنا جبنا مثلا ليزر، دي برضو كانت من احد التحديات ان احنا نوصل لليزر مثلا يبقى امن مثلا في استخدامه، وفي نفس الوقت ان هو يدينا مثلا كفاءه نحاول على الاقل نقيس بيها يعني نقيس بيها السكيل اللي احنا هنستخدمه. فدي كانت نقطه. وبرضو النقطه الثانيه مثلا في الاستقبال، بنستقبل على سولار سيلز، فبيبقى في حاجات بقى سبيس ابروفد اصلا في السولار سيلز دي طبعا مش هنعرف نوصل لها لانها بتبقى غاليه جدا، بس احنا عرفنا نوصل لحاجات كفاءتها كويسه طبعا بس بالفند اللي كان من الاكاديميه. وان احنا عملنا تيست اوريدي، يعني جربنا وعملنا التيست بايدينا، وفعلا لقينا ان احنا الليزر ممكن نشحن بيه عادي، وشحنا بيه واستخدمنا ان احنا يعني نظام اللي هو يبقى كان عندنا، عملنا مجسم لقمر صناعي صغير، والناحيه الثانيه عملنا نظام برده كانه جراوند ستيشن صغيره برده عشان تبان ان احنا بس نبروف الكونسبت ان دي ممكن عادي تغذي دي. نقطه ثانيه برده تحدي ثاني الالاينمنت. طبعا حضرتك عارفه الليزر الشعاع بتاعه يعني هو دقيق، يعني في الفضاء بقى بيبقى لما الليزر ينتشر على مسافات واسعه بيحصل له ديسبرجن، بيحصل له تشتت كده، بيبقى بيتوسع. فاحنا لما نستخدمه على مسافات صغيره مثلا الترابيزه دي ولا حاجه، فازاي هنثبت التشتت على دوت مسافه كبيره عشان نعرضه مثلا عشان يبقى السولار سيل كلها متعرض للليزر. فدي كنا محتاجين ان احنا نستخدم مثلا عدسات معينه او محدده تعمل هي النظام دوت. وبالفعل استخدمنا عدسات، من ضمنها طبعا عدسات مثلا زي عدسه عقب الباب لو حضرتك عارفه ان احنا لان دي بتبقى دقيقه قوي، بتغير في الضوء، بتخلي ان الضوء اللي داخل الضوء بتكبره مثلا او بتصغره على حسب الجهه اللي حضرتك بتبعت منها الضوء. فدي طبعا دي استخدمنا حاجات زي دي، بس دي كانت برضه تيست في الاول. بعد كده طبعا جبنا حاجات علميه، عدسه علميه عشان مش ينفع طبعا نسلم زي كده فاستخدمناها بعد كده، وبالفعل يعني وصلنا لنتيجه كويسه، الكفاءه كانت كويسه نوعا ما، وكده عملنا بروف للكونسبت اللي احنا عايزينه. ازاي بقى ممكن مثلا نطور حاجه زي كده؟ يعني في اقل من دقيقه علشان وقت الحلقه. لا تمام، ما انا ازاي بقى ممكن نطور مثلا حاجه زي كده؟ ان احنا الالاينمنت سيستم يبقى اوتوماتيك، لان يعني احنا تبقى حاجه في سنسورز معينه هي تلقط ان في شعاع ليزر مثلا جاي، اقدر يبقى لازم اوجه نفسي ناحيته، خصوصا برضو القمر الصناعي هيبقى بيلف، فان انا اوجه نفسي طول ما هو بيغذيني ابقى متوجه ناحيته. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو طبعا هيحتاج تطوير في الكفاءه بتاعه السولار سيلز او في السولار سيلز نفسها. يعني حضرتك عارفه دي مثلا بما انا بقول لك دي ارض خصبه للتطوير، فممكن اي حاجه تتطور فيها. الليزر نفسه ممكن التكنولوجيا بتاعته تختلف بالظبط. فاحنا كده دي هتبقى ان احنا يبقى عندنا اوريدي الاساس بيز ان احنا نبني عليه بقى بعد كده، مهما تطور اللي بتاعنا نبقى احنا مواكبين ليه، ونوصل. يعني احنا طبعا بنحاول نوصل لشراكات مثلا مع وكالات فضاء زي مثلا وكاله الفضاء الصينيه، وطبعا مع وكاله الفضاء المصريه ان احنا نوصل بيها للناس اللي وكاله الفضاء الخارجيه. اكيد. وان احنا برضو نحاول الشركات الخاصه طبعا زي ما حضرتك عارفه، او دي بتبقى دي شركات اوريدي متمرسه في الحاجات اللي لها علاقه بالسبيس تكنولوجي وكده،
فطبعا لو عرضنا على الفكره دي على ناس مثلا هم متقدمين في الموضوع دوت، ممكن تبقى دي حاجه فايده تيجي بعائد علينا، وفايده ان احنا ايه نبقى زي شراكه معاهم يعني. احنا بنتمنى يعني ان احنا شاء الله اكيد يعني. بنتمنى ان يعني شاء احنا الله عندنا نوصل لحاجه. شباب عنده العلم مظبوط. وعنده المعرفة، فما فيش حاجة بتبقى مستحيل. مظبوط. يعني هي الحلم بيبدأ صغير زي ما بنقول وهو بيكبر، وطول ما انتم مستندين على دراسة ومستندين على علم وعلى معرفة يبقى ما فيش حاجة مستحيلة. مظبوط. احنا بنشكرك شكرا جزيلا شكرا المهندس لك. عبد الرحمن أيمن، احنا كنا سعداء وانا كنت سعيدة جدا ان انا استفدت طبعا انا والله كنت منك. سعيد اكتر. على يعني من خلالكم بنقدر نعرف ايه الجديد. يعني مظبوط. انتوا بتفتحوا لنا الباب لحاجات احنا ممكن تكون مجهوله بالنسبه لنا او معرفتنا بيها محدوده، فانتوا بتفتحوا لنا باب المعرفه عشان نعرف معاكم ايه اللي بيحصل جديد وممكن نوصل لفين. تمام. فاحنا بنشكرك وبنشكر التيم شكرا جزيلا، ونتمنى فعلا يعني مفيش حاجه مستحيله ان يا انتوا رب يعني ان شاء الله. يعني بالدأب والعمل ان انتوا تقدروا توصلوا للشراكات اللي انتوا عايزينها. ان شاء الله. شكرا جزيلا شكرا جدا ليك. لحضرتك يا استاذ. شكرا جزيلا لحضراتكم، استنونا في حلقه جديده دايما مصر مستقبل.